قرار شوف هذا. حقك تتزوجين اللي تحبيه حتى وان ابوك ما وافق، اذا كان الشاب كفو الك وانت تشوفيه زين وابوك ما وافق لاسباب شخصيه واسباب غير عقلائيه، بهيك حاله من الناحيه الشرعيه زوجيه وخطيتك هاي رقبه. حلو، هذا علنا دا يشجع البنيه على الزنا، لان الموافقه هي 50% للبنت و50% للاب، فاذا اي احد من الطرفين كان رافض للزواج فالزواج باطل ويعتبر علاقه غير شرعيه. بس يقولون هذا الحكم موجود. هذا الحكم نادر جدا وبيه شروط، مثلا اكل لحم الخنزير محرم، لكن اذا كنت بصحراء وصار لك ايام ما ماكل وشفت خنزير وانت اذا ما اكلت من هذا اللحم راح تموت، فيحق لك تاكل لك لقمه لقمتين حتى شويه تكتفي، وهم مو تقعد تسوي لك باكه مال خنازير. واذا يجي هذا اللي مسوي روحه معمم راح يقول لك من حقك تاكل لحم خنزير واكل وبهالرقبه. زين شنو شروط الحكم هذا؟ اذا اجى اكثر من شخص صاحب اخلاق ودين وراد يخطب هاي البنيه المتدينه المو طايشه وكان كفؤا لها شرعا وعرفا، وكان الاب رافض هذا الزواج هيك من دون اي عذر، هنا يلا تسقط ولايه الاب وهم يحتاج تروح تسال الحاكم الشرعي. اما هذا الشخص فيقول لها من حقك تتزوجين اللي تحبيه واللي تشوفيه زين، فتجي البنيه بابا انا احب فلان وارد اتزوجه، بابا قعدي هذا الولد ما محترم ما يصلي عرفا شرعا ما مناسب الك، ما لي علاقه، انا احبه واشوفه زين وارد اتزوجه مو شرط انت. وليش دا ينشر هيك لعد؟ هذا مثل هواي شباب مصاب بمرض الشهرة فيسوي اي شيء حتى يثير به جدل ويصعد مشاهدات على حساب انحراف الشباب. زين المن تابع هذا وين يصور؟ بوقت ما كانت التفاهة تصدر من اشخاص فرديين، هسه صارت الناس تسوي مؤسسة او استوديو حتى يصور ويدعم هاي التفاهة والمواضيع الزائد 18 لجلب المشاهدات والاستفادة منها ماديا بالمستقبل. وشوف بعض الفيديوهات اللي دا يصدرها هذا الاستوديو اللي نفسه دا يصور هذا المعمم. اذا تشرب بيك وما تكثر، بس اذا عزيمه قويه وصلخت لك بطل حجي فدوى اروح لك لا تاخذ فياجرا، لواط بالقانون العراقي، اذا اخذت لك واحد قل له عفوا. معناها الدهن صاير مي لبلبي فبدله رحمه للكعبه. وحب شباب بوجهك وصوتك صار ما شرابه. قناه السادس على سبيل الاكزامبل اونسك وفهمك. يحتاج رزق من عندك 4 شغلات، الاولى تعرفيها لزميها وقطع نعل العراق على راسها. كلهم دا يحاولون يطشون بهاي الطريقه المبتذله بتناول مواضيع تستحي تسولفها ويا امك وابوك، مو قدام كل هاي الناس، بحيث لا بقت هيبه للمدرس لا للمراه لا للمعمم ولا لاي اختصاص اخر.